نبدأ يا أولاد بسم الله في الدنسيتي. طبعا الدنسيتي احنا خدناها كذا مرة قبل كده في ابتدائي وإعدادي، بس هناخدها المرة دي على توسع أكتر شوية. طبعا احنا بنتكلم في الدنسيتي اللي هي ماس اوف يونت فوليوم اوف ماتيريال. ده الديفينيشن المشهور بتاعها، ماس اوف يونت فوليوم. جاي منين؟ جاي من القانون بتاعها. الدنسيتي طبعا اللي هي الرو، احنا خدناها في الترم الاولاني لو انتوا فاكرين. قلنا كيو ام اللي هو الماس فلو ريت ايكوال الرو اللي هي الدنسيتي في كيو في اللي هو الفوليوم فلو ريت. فخدنا الرو دي، قلت لكم هناخدها في الترم الثاني بالتفصيل. فهنا الدنسيتي خلاص هنقول عليها رو اللي هي شبه البي دي. طيب الرو دي بقى ايكوال ماس اوفر فوليوم. طبعا ماس اوفر فوليوم. فلو حبينا ندي ديفينيشن للرو دي هنقول والله الرو اللي هي الدنسيتي هي الماس لما الفوليوم يبقى ايكوال 1. دايما في الفيزياء بنعمل الحركه دي، بنجيب الديفينيشن من الايه؟ من القانون. فبنقول هي الماس لما الفوليوم يبقى يونت فوليوم. او نقدر نقول ان هي الماس اوف ماتيريال when its volume equal 1 متر كيوب. ماشي. الديفينيشن دي بقى انا مش عايزها. امال ايه اللي احنا عايزينه؟ احنا عايزين يا اولاد نفهم يعني ايه density بجد، بغض النظر عن الديفينيشن بتاع الايه؟ بتاع القانون. انا عايز افهم يعني ايه density من الاخر كده. معناها يعني احنا قد ايه قريبين من بعض كموليكيولز. الموليكيولز بتاعت الماتيريال قريبه من بعض قوي يبقى الدنسيتي كبيره، بعيده عن بعض يبقى الدنسيتي صغيره. يعني مثلا لو انا بحكي ان انا كنت ماشي في حديقه معينه في جنينه، ودخلت في حته كثيفه الاشجار. فانتوا كده فهمتوا ان هي كثيفه الاشجار يعني ايه؟ يعني الاشجار قريبه من بعض، صح؟ الاشجار قريبه من بعض. فكلمه كثافه او density معناها ان هما قريبين من بعض. فانا يهمني جدا تعرفوا الايه؟ الديفينيشن ده. احنا قد ايه قريبين من بعض؟ كلمه density. describe how far or closer the molecules are. تمام. فيهمني تفهموا الديفينيشن. طيب في حاجة تانية عايز اتكلم فيها. لو انا عندي كذا ليكويد وبدأت ان انا عايز اجيب الفرق ما بين الدنسيز بتاعتهم. فعندي مثلا جالون كبير، يعني كونتينر كبير قوي كده. واحد تاني وواحد تالت. هنقول الاولاني ده مثلا اللي هو التالت ده فيه اويل، واللي في النص
في مثلا ووتر، وده في ميركوري، في ميركوري طبعا. ميركوري لونه فضي شوية. دول كده 3 كونتينرز مليانين الليكويدز دول، وفي حنفية في كل كونتينر منهم، وهنحط تحت كل واحد فيهم صندوق الفوليوم بتاعه 1 متر كيوب. هنحط صندوق الفوليوم بتاعه 1 متر كيوب. تمام. زي ما بقول لكم كده، ده اويل وده ووتر وده ميركوري. ماشي. وبدأنا ننزل بقى من الكونتينر نملى الصناديق دي. فكل صندوق فيهم اتملى على الاخر بالايه؟ بالليكويد بتاعه. اتملى على الاخر بالليكويد بتاعه. ماشي. طيب وبعدين حطينا ميزان تحت كل صندوق عشان نقيس الماس بتاعته. لقينا ان عبد الله انت لسه داخل؟ سامعني يا مستر؟ ايوه سامع. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله. مبروك بس النت كان الدرجه. الله يبارك فيك. بس النت كان معلق شوية فلسه داخل. طيب ماشي، احنا بنتكلم عموما في الدنسيتي عشان تبقى معانا. فالدنسيتي الديفينيشن بتاعها طبعا هو الدنسيتي اللي هي الرو، اللي هي الرمز ده نسميه رو. ايكوال ماس اوفر فوليوم. احنا خدناها طول عمرنا. الديفينيشن بتاعها هي الماس اوف يونت فوليوم اوف ماتيريال، او الماس اوف ماتيريال ذات هاز فوليوم ايكوال 1 متر كيوب. بالك؟ بس في فكر تاني او ديفينيشن تاني عايزك تفهمه، ان الدنسيتي معناها احنا كموليكيولز بنكون الماده دي، احنا قد ايه قريبين من بعض ولا بعاد عن بعض. فلو كنا قريبين يبقى الدنسيتي كبيره، ولو كنا بعيد يبقى الدنسيتي صغير. فعايزين بقى يا عبد الله، عايزين نفرق ما بين الاويل والووتر والميركوري. فجبنا 3 صناديق وحطينا هنا اويل وهنا ووتر وهنا ميركوري، وبدأنا نجيب الماس بتاعتهم. لقينا ايه؟ لقينا يا اولاد ان الماس بتاعت الاويل 800 كيلو جرام، والماس بتاعت الووتر 1000 كيلو جرام، والماس بتاعت الميركوري طلعت 13600 كيلو جرام. رقم خرافي طبعا. اللي هو ايه؟ اللي هو الصندوق ده استحاله يتزحزح من مكانه، ده 13 طن، 13.6 طن. طيب والميه 1 طن، والاويل 0.8 طن. طيب يبقى ده معناه ايه؟ احنا كده احنا عندنا نفس الصناديق نفس الفوليوم، الفوليوم كونستانت. فالفوليوم هنا بتاع الاويل ايكوال 1 متر كيوب، والفوليوم بتاع الووتر ايكوال 1 متر كيوب، والفوليوم بتاع الميركوري ايكوال 1 متر كيوب. يبقى الفوليومات كونست.
امال هم ليه مختلفين في الماس؟ لان هم مختلفين في الدنسيتي. وطبعا اختلاف الدنسيتي مع ثبوت الفوليوم ادى الى اختلاف الماس. لان في اي علاقه ماثيماتيكال فيها ثلاث حاجات: فوق الماس، وهنا الدنسيتي، وهنا الفوليوم. بنلاقي ايه؟ بنلاقي ان لو في واحده كونستنت والتانيه تشينجبل او فاريبل، اكيد التالتة فاريبل هي كام؟ مليون في المية. فاحنا ثبتنا الفوليوم عشان كده، فلقينا طبعا اختلاف في الايه؟ في الماس كبير جدا ما بين الثلاثة دول. طيب، فده معناه طبعا ان الرو بتاعت الاويل ايكوال ماس اوفر فوليوم، يعني 800 كيلو جرام بير متر كيوب. والرو بتاعت الووتر 1000 كيلو جرام بير متر كيوب. والرو بتاعت الميركوري 13600 ماشي كيلو جرام بير متر كيوب. الميركوري الدنسيتي بتاعته فظيعة. فظيعة لدرجة ايه؟ لدرجة ان احنا لما كنا بنعمل تجارب زمان يبقى معانا مثلا كاس كده فيه ميركوري، ندلق شوية على الترابيزة، متخيلين ايه اللي هيحصل؟ الميركوري بدل هو كان ليكويد، او هو ليكويد في الكاس، لما ندلق شوية على الترابيزة بنلاقي الميركوري عمل كده، اتكور. كور. ليه؟ من كتر الدنسيتي، من كبر الدنسيتي. الموليكيولز زي ما قلت لكم، ركزوا في الديفينيشن ده، ان احنا قد ايه قريبين من بعض. الموليكيولز بتاعته قريبه من بعض لدرجه انها اتكورت على بعض، مش قادره تتفرد وتسيب بعضها، يعني تبعد عن بعضها وتتفرد، لا، دي بتتكور على بعض. ماشي، نروح لليونت بتاعت الدنسيتي، لانها مهمه، مش مجرد يونت وخلاص، لا، ده فيها كلام. اليونت طبعا احنا عارفين الدنسيتي ايكوال ماس اوفر فوليوم، فاليونت هي اي يونت بتاعت ماس على اي يونت بتاعت فوليوم. فاحنا عندنا في الماس طبعا المفروض ان اليونت الرئيسيه او الانترناشونال سيستم، السيستم اوف انترناشونال يونت اللي اسمه اس اي، سيستم اوف انترناشونال يونتس. ماشي، يبقى اليونت بتاعته كيلو جرام بير متر كيوب، ده المفروض. ماشي. طيب هو ممكن تبقى في يونت تانية؟ اه ممكن. ازاي؟ الماس ممكن تتقاس بالكيلو جرام، او بالجرام، او بالميجا جرام، جيجا جرام، او ممكن بالسنتيجرام، والملي، والمايكرو، والنانو، وهكذا. اخدنا الكلام ده في اولى ثانوي. كيلو جرام اللي هي 10 باور كام؟ باور 3. جرام يعني 10 باور 0. ميجا جرام 10 باور 6. جيجا 10 باور 9. سنتي يعني 10 باور نيجاتيف 2. ملي يعني 10 باور نيجاتيف 3. مايكرو يعني 10 باور نيجاتيف 6.
نانو يعني 10 باور نيجاتيف 9. بس دول كده فاظن. دي كده الماس. طيب ماشي. بالنسبة للفوليوم، الفوليوم هيبقى فيه كلام شوية. الحقيقة يا أولاد الفوليوم بيتقاس بطريقتين، أو في تو يونتس رئيسيين، كل واحدة ليها إخوات، بس هما التو يونتس هما المتر كيوب والليتر. طيب قبل ما نكتب إخواتهم، التحويل ما بينهم، ال1 متر كيوب ايكوال 1000 لتر، أو 10 باور 3 يعني لتر. وبالتالي يبقى ال1 لتر ايكوال 10 باور نيجاتيف 3 متر كيوب. عايز حاجة تفكرني بالموضوع ده؟ أقول لك. العربية النص نقل ليها صندوق كده. ماشي. الصندوق بتاعها ده الفوليوم بتاعه 1 متر كيوب. ده حجمه. يقدر يشيل 1000 إزازة مية من الصغيرين اللي هي 1 لتر. يقدر يشيل كام إزازة؟ 1000. يبقى 1000 لتر. 1000 لتر اتحطوا فين؟ اتحطوا في صندوق الفوليوم الحجم بتاعه 1 متر كيوب. خلاص؟ ال 1 متر كيوب ده حجم كبير، يعني متر في متر في متر، متر طول ومتر عرض ومتر هايت. فده حجم كبير معقول يعني. يشيل 1000 ازازه لتر. طيب هل في حاجه في الدنيا اسمها لتر سكوير؟ لا، مش لتر سكوير ولا لتر كيوب ولا هو متر كيوب واخواته وليتر، بس مش لتر كيوب. لتر. ماشي. المتر كيوب بقى اخواته مين؟ سنتيمتر كيوب وملي متر كيوب وكيلو متر كيوب عادي. ماشي. حجم مسرح مثلا، مسرح كبير جدا، حجمه قد ايه؟ كيلو متر كيوب مثلا. آه وهكذا. طيب ايه التحويلات؟ الوان انا عايز اقول لكم طريقه عشان ما تنساش خالص، يعني حتى في ثالثه ثانوي، علشان الحاجات دي مهمه. وباي ذا واي، قبل ما تدخل ثالثه ثانوي لازم تكون مؤكد على نفسك في اليونتس والحاجات التافهه بتاعت الكروس مالتيبليكيشن والكلام ده. تمام. والاهم الجرافس، الجرافس بتاعت الفيزيكس، وازاي اجيب السلوب وازاي اجيب الاريا بيلو كيرف. تمام. الحاجات دي مهمه جدا في ثالثه ثانوي.